السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو بتاع النهاردة ده مهم جدا وبيتكلم في حاجات مهمة جدا، علشان كده لازم تكمل الفيديو الآخر لأن فيه معلومات قوية جدا بتخص السباح الصغير اللي بيكون رافض إن هو يتمرن سباحة. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في فيديو بيتعلق بالأطفال الصغيرين اللي بيبقوا مش حابين تمرين السباحة وبيرفضوا تمرين السباحة. ولي الأمر بيدفعه دايما إن هو يتمرن وبيشجعه ولكن ما بيجيبش معاه نتيجة، والكابتن هكذا برضه بيشجعه إن هو يتمرن وبيحاول إن هو يوصله للاحترافية أو يعلمه حركة أو اتنين، والطفل رافض تماما السباحة. وبالذات في أول مرة أو بعد كده مثلا اتعرضنا لموقف معين خلانا نكره السباحة. كل ده احنا هنناقشه وهنتكلم في جوانب كتيرة قوي بالنسبة لولي الأمر وبالنسبة للكابتن، وقد إيه هم مؤثرين، وإزاي نتخطى الأزمة اللي بنوصل بيها مع الطفل إن هو يكون كاره إن هو يتمرن سباحة أو مش عايز يروح النادي أو مش حابب اللعبة دي وعايز يغير اللعبة. وإحنا طبعا لازم نعلم الطفل سباحة، وقد إيه موضوع السباحة ده مهم طبعا هو متوصي بيها، وضروري جدا ان احنا نوصل بمستوى الطفل، مش هنقول الاحترافية بس على الاقل ان هو يكون فاهم يعني ايه سباحة، يعني ايه يقف في مكان عميق، ونحافظ على الطفل ونحاول نطور منه بشكل كبير. على الاقل لو مش عايزين نطلعه بطل، وده طبعا انا ضد القصة دي، ولكن لو عايزين مثلا رايحين مصيف او بنتعامل مثلا في رحلة وحابين ان احنا نطمن على الطفل ده ونخليه يقدر يقف في المكان العميق، يقدر على الاقل يبقى عارف المهارات الاساسية في السباحة. طيب ايه اللي يخلينا نقدر نحدد مشكلة الطفل ده او هو وصل لايه، ايه السبب في ده؟ دي حاجة مهمة جدا، نقطة هنتكلم فيها. ايه دور ولي الامر سواء الام او الاب؟ ايه دور الكابتن في الحتة دي؟ اولا هنتكلم عن دور ولي الامر في ان هو يحدد المكان اللي احنا هنبدأ نتمرن فيه سباحة، يكون المكان ده يعني نفسيا كده ملائم بالنسبة للطفل. ثانيا، ودي نقطة مهمة جدا، ان التعامل مع الاطفال من اول سن 3 سنين لغاية سن 5 سنين اللي هي المرحلة التمهيدية للاطفال، ان احنا بنحاول نكسر حاجز الخوف ما بينه وما بين المية، بنخليه يحب المية وبنحاول نطور فيها مستواه. ولو هو مش متقبل ان احنا نطور مستواه، فهيكون الحل الوحيد ان احنا نحببه في المية. مش مشكلة يتطور المستوى، ولكن نكسر حاجز الخوف ما بينه وما بين المية علشان نأهله بعد كده ان هو يبدأ يسمع الكلام وان هو يتطور بشكل كويس. المكان ده ليه عامل كبير قوي وليه عامل مهم جدا. ده رقم واحد. رقم اتنين، مهم جدا برضو ان احنا نركز مع الكابتن اللي بيمرن الطفل. الكابتن اللي بيمرن الطفل يعني بالنسبة للمرحلة العمرية دي ضروري جدا يكون المدرب عنده خبرة مش أقل من 3 سنين في المية. 3 سنين بيتعامل مع السباحين الصغيرين ويقدر يتواصل معاهم بشكل كويس ويحدد نوع الطفل أو طبيعة الطفل على أساسها يقدر يتعامل معاه، يقدر يوصل لقلبه، يقدر يوصل لعقله، وبالتالي يعني نتخطى مرحلة الأزمة اللي احنا فيها ان الطفل رافض المية او رافض ان هو يتمرن سباحة بشكل عام يعني. انا دلوقتي بتكلم في الجوانب اللي تتعلق بولي الامر. ولي الامر بيبقى ليه دور كبير جدا وفعال جدا، لان دور الكابتن بيكون جوه المية، اما دور ولي الامر بيكون خارج المية. زي ما الكابتن تأثيره فعال جدا في المية، فولي الامر تأثيره فعال جدا في خارج المية. طيب بالنسبة للجوانب اللي احنا اتكلمنا فيها اللي تتعلق بولي الامر، اول حاجة لازم يختار مكان كويس. تاني حاجة لازم يكون اختياره للكابتن. تالت حاجة ودي نقطة مهمة جدا واتكلمنا عنها في فيديو خاص وكان شرح يعني وافي، علاقة الكابتن بولي الأمر. لازم يكون في تواصل كويس جدا ما بين الكابتن وولي الأمر علشان نبدأ ندرس طبيعة الطفل ونقدر نحدد الطفل ده محتاج أنهي طريقة في التعامل. ثالثا وده الأهم، لازم ولي الأمر يتفهم نقطة مهمة جدا، إن الابن أو الطفل بيكون ليه طبيعة خاصة. طبيعة خاصة طبعا ولي الأمر ما بيحبش يشوف ابنه وحش أو ابنه مثلا ينقصه شيء، ولكن لازم نحدد طبيعة الطفل ازاي. ان في طفل مثلا بيكون عصبي، في طفل بيكون خايف، في طفل بيكون متوتر، في طفل بيكون عنده مثلا مشكلة او سابقة مع المية، ان هو مثلا اتعرض لحالة غرق، ان هو سمع حالة غرق، ان هو ممكن يكون شاف في التلفزيون مثلا او في الموبايل حاجة مثلا خلته ما بقاش مقبل على المية. فبنحاول ان احنا نحدد طبيعة الطفل ونفهم هو حابب المية ولا لأ. طبعا الكلام ده بيكون موجه للاطفال اللي هم رافضين يتمرنوا، ولكن في اطفال كتيره قوي ما عندهمش اي مشكله مع الميه، وبيظهر لهم مثلا مشاكل فيما بعد، بيوصل لمستوى معين بيقول انا زهقت من الميه، وده هنتكلم عنه. خلينا دلوقتي نتكلم عن الطفل اللي هو لسه مبتدئ اول مره يتعامل مع الميه، لسه بيتعرف على الكابتن، لسه بيتعرف على الوسط المائي وبيتعرف على
المهارات اللي المفروض يتعلمها. في الاول احنا بنقول ان السن اللي هو من 5 سنين من 3 سنين ل5 سنين ده مهم جدا ان احنا نفهم طبيعته في ايه، ان احنا بنكون الحصة عبارة عن لعب. طبعا بنوفر له سبل لعب كتير، وبيكون الحصة التدريبية لو هي مثلا 100% ف95% بيكون لعب، بيكون تعارف، بيكون هزار، بيكون دلع في المية سواء بنت أو ولد. 5% بس بيكون فيها جانب تعليمي. علشان كده أنا بقول إن الكابتن لازم يكون عنده خبرة في الحتة دي. طبعا مش هينفع أنزلها مع كابتن مبتدئ، لأن الكابتن المبتدئ هيبقى مش قادر يحدد طبيعة الطفل، ولا عارف يتواصل معاه، ولا عارف يوصل إن هو يتخطى الحاجز ده. طيب بالنسبة للأطفال اللي هم سنهم أكبر من كده وبيكونوا رافضين للمية، أغلبيتهم بيكون عندهم خوف، تعرضوا لحالات غرق أو سمعوا عن حالات غرق، أو ما عندهوش ثقة ولا في الكابتن ولا في المية. فطبعا مهم جدا إن احنا نقدر نحدد الكابتن ونقول إن الكابتن ده عنده خبرة ولا لأ من أول نظرة للطفل، من بداية التعامل معاه. ممكن أبدأ أخلي الطفل يقعد على طرف حمام السباحة، ينزل واحدة واحدة، ما مش عايز ينزل فاحنا بنلعب تمرينتين 3 واحنا واقفين بره، مفيش أي مشكلة. ولي الامر ما ينفعش يجبر الطفل نهائي على ممارسه النشاط. الكابتن ما ينفعش يجبر الطفل نهائي على ممارسه النشاط. انا بشوف كباتن بتزعل الاطفال، يلا انزل يلا تعالى، الطفل مش عايز ينزل فياخده ويشيله وينط بيه في الميه، وده طبعا مرفوض تماما. هكذا ولي الامر ما ينفعش ان انا اقول للكابتن شد عليه يا كابتن. انا بسمع الكلمه دي كتيره قوي، ده بيتدلع، ده بيهزر، ده مش مركز، ده ما عايز يضيع وقتنا، فيشيل الابن ويحطه في الميه بالاجبار. انت كده حضرتك او ككابتن او ولي امر، سواء سيدة أو رجل، فأنت بتخلي الطفل يكره المية بزيادة، وبيكون مرحلة تخطي الأزمة دي بتاخد معانا وقت طويل. طيب إيه الصح اللي أنا أعمله؟ إن أنا أبدأ أخلي الطفل يحب المية، ابدا اديله مكافآت في حاله ان هو لو سمع الكلام. بعد كل حصه تدريبيه اوعده بحاجه هو كان نفسه فيها، وابدا اتواصل مع الكابتن واقول له ان الطفل ده مثلا بيخاف من الميه، الطفل ده ما شقي مثلا او ما بيسمعش الكلام، الطفل ده ما بيحب الميه بس هو عنده مشكله في حاجه معينه. فطبعا ولي الامر الخلفيه اللي هو بيديها للكابتن عن الطفل مهمه جدا في الاول. يبقى اخترنا المكان، حددنا الكابتن، بدأنا ان احنا نتبع خطة في ان احنا نحبب السباح او الطفل الصغير في المية. ده بالنسبة لدور ولي الامر، فهو دور مهم جدا وفعال جدا. برضو مبني عليه نقطة مهمة جدا، المتابعة. متابعة ولي الامر بتيجي برضو ازمات بيتعرض ليها الطفل، ان هو مثلا لو بينزل مع كابتن محترف، بس ممكن يكون الكابتن ده في مرة من المرات اذى الطفل مثلا جوه المية، تك عليه، زعق له، برق له، عمل له اي حركة مثلا مش مظبوطة في حتة ان هو كرهه في المية. فبرضه بيكون في متابعة كويسة قوي من ولي الامر مع الطفل. ايه الاخبار النهارده، ايه اخبار التمرين، وصلت لايه، طيب انت بقيت شاطر جدا، انت ممتاز، المره اللي جايه عايزين نعمل الحركه دي احسن من كده، عايزين نسمع كلام الكابتن اكتر، وكل مره تسمع الكلام هعمل لك مكافاه. مهم جدا 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 الكلام التشجيع، وبالذات يعني في بدايه التعليم، الفتره اللي احنا بنتعلم فيها اللي هي بتكون على الاقل سنه. طيب في اطفال، عايز اقول لحضراتكم ان في اطفال بيكونوا رافضين الميه تماما ورافضين التعامل. برضو بيكون محتاجين، لو احنا بنتعامل معاهم بطاقة مثلا 10%، فدول محتاجين طاقة مننا 20 و30 و100%، واقدر احدد طبيعة الطفل، المشكلة اللي هو بيواجهها، واتخطى معاه الازمة اللي احنا بنواجهها لغاية لما يوصل ان هو ان شاء الله يبقى سباح وبطل جامد. ده بالنسبة علاقة ولي الامر بالطفل، وازاي اقدر احببه في المية. اما بالنسبه للكابتن، فطبعا الكابتن بيلعب دور كبير قوي قوي قوي. لازم الكابتن يكون عنده طبيعه او طريقه تعامل مع الاطفال، وبالاخص في السن ده يكون الكابتن عنده خبره، يكون الكابتن دايما مبتسم. ما ينفعش ان انا اجبر الطفل على حاجه ابدا في السن ده. مهم جدا ابطل المساكات، الكلام موجه للكابتن. مهم جدا المساكات، ان انا احسس الطفل ده، اول حاجه احسسه بالامان، تاني حاجة لازم اديله ثقة في نفسه، تالت حاجة بقى ده ومهم جدا ان انا ابدأ اتدرج معاه. ما ينفعش اجبر الطفل على حاجة ابدا، ما ينفعش اخلي الطفل يعمل حاجة هو مش حاببها، او اخلي الطفل يبقى لازم يتعلم سباحة، او لازم نوصل لمرحلة ان احنا نبقوا جامدين جدا. الكلام ده كله غلط. يبقى احنا اتكلمنا على نقط مهمة جدا، ان انا لازم اكون مبتسم، لازم اتعامل مع الطفل بشكل كويس، لازم اديله ثقة في نفسه. ازاي اديله ثقة في نفسه؟ في ان انا مش لازم انزله حمام السباحة في اول تمرينتين او 3، انا بعرفه على الوسط المائي. فلازم اوريله الاول انت الكابتن وانا الطفل، انت شاطر، اسمع كلام، بص انا بعمل ايه، بص اغطس قدامه، اتحرك قدامه، تعالى حبيبي اقعد هنا، طب بص انت لو بقيت شاطر انا هديك مكافأة النهارده، هعمل لك لعبة جميلة قوي في اخر التمرين لو سمعت كلامي.
الحاجات دي يا بطل لما تبدأ توصل لمستوى عقل الطفل، خلاص الطفل بيبدأ يستجيب معاك. مهم جدا في الأول إن أنت قبل ما توصل لعقل الطفل أنت توصل لقلب الطفل، خلي الطفل يحبك. لو الطفل حبك ووثق في الكابتن اللي قدامه وبقى عارف إن الكابتن ده مش عايز يأذيه، إن الكابتن ده فعلا طيب، إن الكابتن ده فعلا بيحبني، هيبدأ يستجيب معاك. طبعا ده بيكون مترتب على الخبرة اللي الكابتن وصل لها. في الاول خالص بنحاول ان احنا نخلي الطفل يحب المية. ازاي يحب المية؟ عن طريق ان انا بوريه زمايله. في اولاد او سباحين صغيرين اطفال، يعني انا شخصيا كنت بعمل كده، كنت بمسكهم من ايديهم ويفضل معايا تمرينتين او ثلاثة ما بينزلش المية. احنا بنلف على حمام السباحة، بنزق المية برجلينا، بنتفرج على السباحين الصغيرين وهم بيتمرنوا، بنشوف الكباتن بتعوم ازاي في المية. ممكن اجيبه مثلا في اوقات لما يكون السباحين الكبار عايمين، بص انت المفروض لو سمعت الكلام وبقيت شاطر بص هتوصل لايه، احنا محتاجين بس نركز شويه. انت لو بقيت شاطر اعمل لك هديه واعمل لك لعبه. واقول له برضو ايه رايك يا بطل يا صغير لو جربنا مثلا ننزل رجلينا؟ طب نجرب ننزل بس المره دي، ايه رايك؟ الحاجات دي كلها لازم نقدر نحاول نتبعها مع الاطفال، وبالذات السن الصغير اللي رافض ان هو ينزل الميه. طيب احنا وصلنا بالطفل ان هو نزل الميه، بقى انا كده المشكله ما خلصتش، انا كده المشكله بدات يعني تتلاشى. بس ممكن المشكله دي ترجع تتفاقم وتبقى اكبر من الاول. ازاي؟ ان انا الطفل ده اول ما ينزل ابدا اتعامل معاه بعنف، ان خلاص هو نزل فانا كده وصلت لمرحله كويسه، يلا بقى تعالى اعمل ضربات رجلين، يلا بقى اقف في الميه. لا لا لا، اول برضو شهر شهرين ممكن الموضوع يوصل لسنه كامله، ان انا الطفل ده بتعامل معاه بحنيه كويسه جدا، بتعامل معاه باحترافيه، بتعامل معاه بطريقه عطوفه. برضو بديله ثقه، بحاول ان انا ما اخوفهوش، بتعامل معاه ان هو كل ما يتقبل مهاره اديله مهاره، مفيش مشكله هنازل العب مع الطفل ده علشان اعرفه على وسط الماء. طيب انا اكتسبت ثقه الطفل وخليت الطفل وصل معايا لمرحله ان هو بقى بيحبني. ازاي بقى اوصل لعقل الطفل؟ ان هو لازم يشوفني ان انا ككابتن بعمل حركات ازاي. مطلوب من السباح في السن ده على الاقل مثلا 5 مهارات، ما ينفعش ان انا احمل عليه اكتر من كده. اول مهاره ودي مهاره مهمه جدا، رقم واحد المفروض ان انا اعلمها للطفل، هي مهاره الشهيق والزفير. ازاي اخد نفس كويس وازاي انفخ جوه الميه. ليها العاب كتيره وليها طرق ياما قوي وليها اساليب كتيره، ولكن انا عايز اخلي الطفل يبدا يحط وشه في الميه. على فكره يا بطل، مجرد ان السباح او الطفل الصغير حط وشه في الميه، عمل بابلز، عمل طفو، ساب جسمه على الميه 5 ثواني، 1 2 3 4 5، السباح ده انا بقول لك اهو قادر ان هو يتعلم جميع مهارات السباحة، وانت وشطارتك بقى يا كابتن. طيب السباح ده في الاول علشان اخليه يوصل ان هو يعمل طف، او اخليه مثلا ينام على ظهره او ينام على بطنه او يعمل بابلز، انا ما ينفعش اتعامل معاه بالاجبار نهائي. انا بتبع افضل طريقه وجابت مع الابطال الصغيرين او جابت مع الاطفال كتير جدا، وهي طريقه المسايسه، ان انا ببدا اعلمه واحده واحده، وان انا بديله ثقه في نفسه، وان انا بحاول ان هو حبيبي ما تخافش، حبيبي ركز، حبيبي بص اعمل لك ايه، طب بص عليا لو انت شاطر اعمل زيي. انما لو اتبعت معايا طريقه الاجبار فانت كده بتبدا تختلق المشكله من الاول وجديد، وبترجع تاني لنقطه الصفر. طيب ازاي احافظ على المرحله اللي انا وصلت لها دي، او ازاي اخلي السباح يفضل دايما او الطفل الصغير يفضل دايما بيثق فيا؟ ان انا ابقى حاطط في دماغي ان انا مش عايز الطفل ده يتعلم مهارات كتير، انا عايز اعلمه مهاره واحده بس والموضوع ممتد معاه. ولي الامر المستعجل دايما بيعطل الطفل، ولي الامر اللي دايما بيلح على الكابتن ان انا عايزه يوصل يبقى سباح يبقى جامد يطلع من مستوى لمستوى، وليه ما تعلمش زمايله الاصغر منه تعلمه وهو لسه. احنا دلوقتي قدام حاله مختلفه. ايه الحاله المختلفه دي؟ ان الطفل مثلا كاره الميه، فزي ما اتكلمت مع حضرتك وقلت لك انك ضروري ان انت تفهم طبيعة الطفل وتفهم المشكلة اللي انت بتواجهها عشان تقدر تتعامل معاها وتتخطى الازمة اللي احنا فيها دي. في سباحين كتيرة قوي كانوا بيكرهوا المية وكانوا رافضين المية تماما وهم صغيرين، ودلوقتي ما شاء الله عليهم ابطال يعني جمهورية وابطال عالم كمان. بس هي بتبقى مترتبة على ولي الامر، مترتبة على الكابتن، ومترتبة على ان ازاي احنا نتخطى الازمة اللي احنا فيها ونوصل بالمتدرب او الطفل اللي معانا لافضل النتائج. لو وصلت معايا لغاية هنا يبقى انت المفروض متابعني وعامل لي لايك وسايب لي كومنت وقايل لي انت بتمرن فين وبتتابعني منين. ولي الامر برضو اللي بيتفرج عليا لو حابب ان انت عندك مشكلة مثلا قابلتها مع الطفل او اتعرضت لأزمة معينة في السباحة، سيب لي كومنت وقول لي انت ايه المشكلة اللي اتعرضت ليها، واحنا ان شاء الله نحاول نحلها مع بعض. اما بالنسبة بقى للفترة اللي جاية فان شاء الله احنا هنتكلم عن فيديوهات كتيرة قوي بتتعلق برياضة السباحة، بننزل مهارات كتيرة قوي، بنتكلم في كل ما يخص تمرينات السباحة. بالنسبة لولي الأمر فهو هيستفاد، بالنسبة لو متدرب سباح بيحب اللعبة فيتفرج علينا برضه هيستفاد. بنتكلم عن تكنيك مختلف،
طرق التعليم، منهج تدريبي محترف. بنتكلم عن المساكات، ازاي تبدأ توصل مع المتدرب اللي معاك من مبتدئ لمحترف. ولكن الأطفال الصغيرين دول أنا حابب أقول إن دول بيكونوا أمانة، سواء أنت ولي أمر أو مدرب، فدول بيكونوا أمانة، وأنت أنت الأمين عليهم. لازم توصلهم لبر الأمان، ولازم تعلمهم سباحة بالطريقة الكويسة، بالطريقة المحترفة. طريقة العنف ما بتجيبش نتيجة، طريقة الإجبار ما بتجيبش نتيجة. إن تخلي الطفل دايما خايف، ما هيصدق يلاقي فرصة إن هو يسيب اللعبة وسمعنا عنها كتير إن بسبب الكابتن إحنا سيبنا في أولياء أمور كتير جدا سابوا السباحة وما كملوش في اللعبة. أما ولي الأمر اللي بيبقى فاهم طبيعة ابنه وبيبدأ يتواصل مع الكابتن بشكل كويس، بيبدأ ان هو يوجه الطفل في الاتجاه المظبوط ده، طبعا يعني تحياتي ليه، لان احنا وصلنا لحاجة كويسة. لو وصلت معايا برضو لنهاية الفيديو، سيب لي كومنت واعمل اشتراك في القناة وسيب لي تعليق وشغل الجرس عشان بننزل فيديوهات كتير تتعلق بالسباحة.